السلام عليكم. النهاردة هعمل تورتاية بيتي بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وهوريكي الاسبونج من غير ما تفصلي الصفار عن البياض بطريقة سهلة خالص وبسيطة. تورتاية بكمبوت الأناناس. معايا 10 بيضات لو هما متوسطين، لو كبار هاتي 9. ومعايا 3 كوبايات الا ربع دقيق وذرة ملح، معلقة كبيرة نشا هرمية، 2 كوب سكر عادي اللي هو لونه أبيض، نص كوباية مية عادية، معلقة خل كبيرة، وطبعا معايا كيسين فانيليا ومعلقة بيكنج باودر كبيرة. هنزل بالعشر بيضات وعليهم كيسين الفانيليا وذرة الملح، وكمان هنزل بمعلقة الخل الكبيرة. وبعد كده هنزل بكوبايتين السكر شوية شوية، يعني مش هحط كوبايتين السكر مرة واحدة. وطبعا السكر هنا عادي جدا اللي بتعملي بيه الشاي، ولكن بيكون فاتح علشان ما يغمقش معايا الاسبونج. ده سهل خالص الاسبونج ده من غير ما تفصلي الصفارة عن البياض، وسهل خالص وبسيط، ما تعقديش الدنيا واعمليه في البيت. بعد ما ضربت السكر مع البيض كويس جدا، ببتدي انزل بنص كوبايه ميه شويه شويه لغايه لما كله يتقلب معايا. هجيب 3 كوبايات الا ربع دقيق، وعليهم معلقه نشا هرميه ومعلقه البيكنج باودر الكبيره، وهبتدي انخلهم برضو وانزل شويه شويه وهقلب في اتجاه واحد وعلى مهلي، ما بسرعش في التقليب علشان الهواء ما يخرجش منه. ببتدي اقلب شويه وانزل بشويه الدقيق شويه لغايه لما كله يختلط معايا ويكون بالتقل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هجيب معايا هنا صينيه مبطناها وحاطه ورق زبده ومحوطاها بالورق الزبده عالي شويه، عشان لو عليت معايا تكون ما تخرجش بره الصينيه. زي ما انتوا شايفين احلى كيك تورتاية هتعمليه في البيت، اللي هو كيك الاسبونج بدون فصل الصفار عن البياض. زي ما انتوا شايفين خدت وقتها في الفرن، والنار متوسطة. الأول بكون معليها وبعد كده بعمل النار متوسطة وهدي عليها لغاية لما تطلع معايا بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. أول ما تطلع من الفرن بشيل ورق الزبدة علشان ما يلزقش فيها، وبعد كده بسيبها تبرد يوم كامل، أو تعمليها الصبح بدري وتبتدي تشتغلي فيها بالليل علشان تاخد راحتها. للتزيين معايا علبة كومبوت أناناس، 3 كوبايات كريم شانتيه خام، معايا كريز، كوبايتين لبن ساقع، بشر شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بيضة سايحة في الميكروويف أو على حمام مية، و3 معالق سكر عاديين، ونص كوباية مية مثلجة، و3 معالق كبيرة لبن بودر. طبعا الكريم شانتيه معايا خام، فبجيب اللبن وبنزل عليه بالثلاث معالق سكر واقلبه كويس جدا، وبعد كده بنزل بالشوكولاته السايحه والثلاث معالق اللبن بودر، وبعد كده بجيب نص كوبايه ميه علشان ادوب بقيه السكر اللي فاض اللي كنت بقلب بيه في اللبن الساقع. برضو دي كوبايه ميه مثلجه، وزي ما انتوا شايفين بضربها كويس جدا. وعايزه اوريكي تقل الكريم شانتيه هنا معايا، زي ما انتوا شايفين ما بينزلش من المعلقة تماما، وده بيوريكي نجاح الكريم شانتيه. التزيين بجيب التورتايه زي ما قلتلك، قعدت معايا او باتت معايا او عملتها الصبح وعملتها تزيينها بالليل. هقسم التورتايه لثلاث شرايح، يعني علشان احشيها الكريمة. عايزة تقسمها الاتنين براحتك، انا هنا السمك معايا عالي فابتدي اقسمها على 3 اجزاء، وهبتدي بقى ازينها التزويق العادي. خدي بالك ان ميه الكمبوت هنا بسقي بيها التورتايه، ما برميش الميه بتاعتها، بتدي طعم حلو قوي وتدي طراوه كمان للكيكه. ومش عايزه اقولك هي طريه ازاي، وكمان الاسبونج معايا اسبونج فعلا زي ما وريتك ان هي طريه قوي قوي وحلوه. سهله خالص وبسيطه والله، اعملي مقاديري وهتنجح جدا. وطبعا الاناناس قطعته قطع صغيره علشان احشي فوق الكريمه، وهبتدي اكرر لغايه لما اخلص 3 ادوار. زي ما انتوا شايفين عملت الدور التاني، وبعد كده حطيت برضو اناناس بيطعمها ويخليها حلوه جدا، لان دي اسمها تورته كومبوت الاناناس. فزي ما انتوا شايفين بسقي برضو الكيك بمية الأناناس، بتدي طعمة وحلاوة جدا. ولازم التورتاية دي تبات في التلاجة، كل ما هتبات وتقعد بتدي معاكي نتيجة هايلة وحلوة قوي. طبعا حطيت الشوكولاتة البيضة في الجناب، وبعد كده بالتزويق ده بتاعك انتي ابتديت زوقتها، وبعد كده حطيت برضو من كريمة الشوكولاتة من فوق. وطبعا التورتاية هنا باتت معايا ليلة كاملة علشان تديني النتيجة الحلوة ديت، وكله بيشرب من بعضه بالكريمة بالتورتاية بالأناناس بمية، كله بيشرب من بعضه. وزي ما انتوا شايفين بتطلع معايا جوسي وحلوة قوي. أحلى تورتاية أناناس ممكن تعمليها
واعمليها بالفاكهة اللي أنتِ عايزاها، بس أنا باقول لِك الأناناس غالي شوية اللي هو العلب، ولكن بتدّيكِ نتيجة حلوة أوي، وزي ما أنتم شايفين التورتاية عالية معايا إزاي، وأحلى كريمة عملتها. جرّبي طريقتي وهتطلع معاكِ أحلى تورتاية بكمبوت الأناناس، كيك الإسبونج سهل خالص وبسيط، وقُلت لِك بدون فصل البياض عن الصفار، وبتطلع وبتدّيكِ نتيجة حلوة جدًا. زي ما أنتم شايفين بصراحة juicy وحلوة أوي وطعمها مميز وغير. جربي كيك الاسبونج بالدقيق البلدي العادي بتاعنا وهتطلع معاكي احلى كيك اسبونج. لو مرة شوف القناة يدوس لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتستنيني في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.